السلام عليكم متتبعي قناة تربية الطيور. موضوع اليوم سيكون عن نبات شوك الإبل، وهو نبات طبي ويعتبر من أهم النباتات المستخدمة في علاج الالتهاب الكبدي في العالم. وشوك الإبل الاسم الشعبي في ليبيا والعديد من الدول العربية، ومن أسمائه أيضا شوك الجمل أو شدق الجمل أو الخرشوف الجبلي أو العكوب أو شوكة النصارى. بذور الشوك تعتبر من الأغذية الرئيسية للطيور في الطبيعة، مثل الحسون والتجويل أو النينو أو التفاحي وغيرهما من الطيور. أما عن فوائد نبات شوك الإبل، فهي تحمي وتصفي وتدعم الكبد من الأمراض، وتحديدا تسمم الكبد، كما أنها مرطب للجلد ومرطب للأظافر والمنقار ومضاد للأكسدة، وتساهم في تجهيز الطيور، ومحفز جنسي طبيعي وقوي لأغلب الطيور، وتعمل على تنظيف الأمعاء والبطن، ومضاد للإمساك، كما أنها تقوي جهاز المناعة لدى الطائر. ملاحظة: يقوم الطائر باختيار الرطبة منها في موسمها في الطبيعة طبعا، أما في غير موسمها وبالتحديد عند تقديمها في الأقفاص والسلاكات والحظائر، لأنها صلبة وصعبة الأكل بعد جفافها، يتم هرشها أو طحنها من قبل المربي وتقديمها للطيور حتى يتمكن من أكلها، وذلك لصلابة الحبوب. وتقدم بمقدار ملعقة صغيرة في اليوم من 3 إلى 10 أيام في حالة المرض، أو مرتين في الأسبوع كوقاية. إلى هنا نكون قد أنهينا فيديو هذا اليوم. لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.